حضرتك ايه اللي ممكن يتعمل الفتره الجايه لتنظيم التجاره الداخليه او الباعة الجائلين؟ حضرتك اتكلمت على الاسواق المتخصصه خصوصا في موضوع قطع الغيار، ممكن حضرتك تكلمنا عن الموضوع ده؟ مهم جدا. سياسة المحافظة بوجه عام تنظيم الأسواق. يعني إيه تنظيم أسواق؟ النهارده لو تمشي في أي شارع كان كده تلاقي مثلا البالة، شغل الملابس المستعملة، البيع الموبيليا المستعملة، سكراب مثلا بتاع العربيات السيارات، قطع غيار وخلافه. فكان من زمان، من ما نطلع 5 6 سنين بنسعى في هذا الموضوع اللي نعمل اسواق متخصصه كمحافظه. انا بتكلم كمخطط سياسه محافظه. ويمكن على ارض الواقع حاليا في سوق دلوقتي بدا جاري العمل فيه، رأي العين اللي هو بجوار الاسراء، منطقه الاسراء دوت مخطط تخطيط جيد، والمحلات هتطلع بشكل لائق وحضاري. هتبقى في اسواق متخصصه. يعني ايه اسواق متخصصه؟ هتبقى السوق مثلا للموبيليا المستخدمه، سوق للملابس المستخدمه، اسواق اخرى كل واحد بينا كده. الحمد لله لما يجي الموبيليا ما تتعمل سحبت جزء مع الملابس. ده احنا بنسحب، خلي بالك، مش من حي الضواحي بس، ده احنا بنسحب من الاحياء كلها. يعني اذا السوق ما بقول ده مخطط عام محافظه. بالنسبه لقطع الغيار في تصور عند حضرتك؟ ان شاء الله قطع الغيار طبعا. انا يعني انا بعذر بصراحه السكان في منطقه بنك الاسكان، ويعني فعلا الجو العام بتاع المكان فعلا يعني غير لائق. القطع غيار الوقت يمكن وصلت لبوابات العمارات. يعني انت عشان تخش في شارع ولا تخش في الكلام ده بتلاقي صعوبه. قطع غيار السيارات، المحلات اللي موجوده ما فيش محل اخد ترخيص تشوين او كده، هو كل الترخيص اللي موجوده عرض فقط. الجزء الثاني ان في الباعة الجائلين او اللي هم دلوقتي بقوا ثابتين بقى بالعربات اليد وعربات كده، قفلوا الشوارع بشكل مش مظبوط. احنا في الفتره اللي جايه ان شاء الله يعني احنا الموضوع ده مهم جدا عندنا، زي ما ربنا اكرمنا ان شاء وقدرنا نقضي على عوده منطقه زرزاره. انا بشكر يعني الامن وقف معانا بشكل كبير جدا في الفتره اللي فاتت، ونفذ معانا الامن وامنا في ازالتها. وكمان عملنا برضه حاجات جميله جدا الحمد لله، برضه بحاله المنزله على كوبري منفذ اللانش. شلنا حوالي 36,000 متر مربع. كان تعديات عن المكان بعدد كبير قوي من التعديات، وجاري ان شاء الله باذن الله ان نكمل ازاله التعديات على املاك. في اراضي خصصتوها ممكن مستقبلا حتى بشكل مبدئي ان انتوا تحطوها للاسواق المستقبليه بتاعتكم، ولا صعب دلوقتي؟ انا اسمح لي اكمل بس في بالنسبه للبنك الاسكان، لان فعلا الموضوع ده بيؤرقني. انا على نفسي بيؤرقني، ونفسي ان انا نشوف له حل قريبا يعني. فانا في اماكن رصدناها اللي احنا ان شاء الله بديل للناس ديت. وبرضو راعينا في المكان اللي احنا هنجيبه انه يكون برضو جنب الحرفيين، يعني يعتبر مكان برضو يتناسب مع النشاط، بحيث برضو ديت اذا كان دوت بقى اكل عيش الناس ديت وشغلتهم. لكن برضو في الاخر يعتبر اشغال مخالف للقانون. بقول للمواطن ان شاء الله في الفتره الجايه يعني يبقى في مساعده متبادله، هو يساعدنا واحنا برضه هنحاول نشوف المكان الملائم ليه، بحيث يعني سكان منطقه بنك الاسكان يحسوا شويه بامانه بالمكان اللي هم فيه، مكان كويس، لكن هم مش حاسين بالمكان. وفي شكاوى كتير طبعا من الناس، ومن غير شكاوى احنا في الشارع وشايفين الكلام ده، الناس متضرره تضرر كبير من وجود هذه الاشغالات.